اختارينا للبهاء المستقر على هذا الجبين، وصلات شعر هايبريون، وجبهة كوبرت نفسه، إنه مذيع لقوام بدا، كأن كل إله بخاتمه قد وسمه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ناحية استكشافي للسينما المصرية. والنهاردة هو بجد من أهم الأفلام اللي أنا اتفرجت عليها، مش بس لأن ده أكتر فيلم مطلوب وأكتر كومنت بيجيلي، بس عشان الفيلم ده أنا شفته قبل كده. أنا شفت اسكندرية ليه أثناء عرض أفلام يوسف شاهين في سينما زاوية، ودي كانت من أوائل المرات اللي أنا أشوف فيها أفلام عربي في السينما. وبجد أنا وقعت في حب سينما يوسف شاهين، لأن أنا كنت شفت أفلام كتيرة ليوسف شاهين أثناء الوقت ده. شفت فيلم المصير، وشفت فيلم اسكندرية ليه، واسكندرية كمان وكمان، وابتديت إن أنا أتعرف أكتر مش بس على السينما المصرية، بس على يوسف شاهين بالأخص، لأن السينما بتاعته مش شبه السينما المصرية عامة. وبجد لقيت فكرة الفنان جوه أفلام يوسف شاهين، بني آدم فعلا بيحب السينما وبيحترم السينما وبيضحي عشان السينما، وكان عنده رؤية صعبة قوي الواحد إن هو يقتنع بيها في الوقت اللي هو عمل فيه الأفلام بتاعته، ولكن الرؤية بتاعته بتعيش وتسلم من جيل لجيل لجيل، وده فعلا الإبداع في سينما يوسف شاهين. من أكتر المخرجين اللي أنا بجد وقعت بغرامها وحسيت إن هما شبهي وشبه الأفلام اللي أنا بدور عليها في السينما المصرية. اسكندرية دي بالأخص من أحلى الأفلام ليوسف شاهين، من أحلى الأفلام المصرية اللي أنا شفتها. ليه بقى؟ أنا لما أحب مخرج يخش دماغي قوي، باخده وباخد كل أفلامه وأتفرج عليها. ده بس مش بيخليني أفهمه أكتر كمخرج، أفهمه أكتر كبني آدم، وأفهم مبادئه وميوله وكل حاجة. بس كمان أنت الفيلم عامة، صناعة الأفلام هي تجربة خاصة جدا. كل واحد منا لما بيجي يعمل فيلم بيلاقي نفسه إن هو بيحط جزء كبير أوي من شخصيته وأفكاره والذكريات بتاعته جوه الأفلام. ولكن لكل مخرج عظيم في فيلم معين، الفيلم ده بيبقى كده يعتبر سيرة ذاتية، والفيلم ده بيبقى أكتر فيلم بيرسونال للمخرج، يعني بيبقى صريح وصادق جدا مع المشاهدين بتوعه. وكل مخرج عبقري أنا بحبه دايما عنده الفيلم ده بيبقى الماجنم أوبس بتاعه، المشروع الكبير قوي اللي هو مليان وكل الحاجات اللي هو يقدر يحطها فيه حاططها فيه، الذكريات والأحلام والحاجة اللي هو كان بيحبها، وبيبص لنفسه وبيبص للشخصية وهو صغير وهو في سن التينيجر وهو كبير شوية، وبيبص لنفسه بطريقة كلها مصداقية كلها حب، كأنه بيشوف نفسه وهو بيكبر، بيشوف أفكاره وهي تتكون، بيشوف كمان الأوقات الكارثية، الأوقات الفوضوية، الأوقات اللي هو ما كانش عارف هو ليه ولا هو عايز يعمل إيه وإن هو هيوصل إن هو عايز يعمله إزاي. زي مثلا فيلم إيت إند هاف التنين، فيلم منتهى المصداقية وفيلم فعلا بيجسد الأفكار المشوشة الفوضوية اللي جوه دماغ كل فنان. وده فيلم على فكرة ليه تأثير كبير قوي على السينما العالمية والسينما العربية والسينما المصرية، وعلى فيلم اسكندرية دي بالأخص كمان، زي فيلم إريسا رياض لديفيد لينش، إن هو فعلا بيبقى فيلم هو مش خايف إن هو يقول لك حقيقة المسؤولية. فيلم فعلا مليان أسرار ومليان حد فعلا بيقطع نفسه وبيقطع جلده ويوريك هو مين هو ديفيد لينش الإنسان، إيه أفكاره السوداوية، إيه الأفكار اللي هو مش عايز يشاركها مع حد. زي فيلم سانتا سنجري جودروفسكي اللي هو بيكلمك فيه عن علاقته بالفن وعلاقته بأهله وعلاقته بمامته وعلاقته بأصدقائه وعلاقته بنفسه، هو شايف نفسه إزاي. زي فيلم سيناريو نيويورك لتشارلي كوفمان اللي هو بيبص نظرة سوداوية جدا لفكرة الإنسان وبيوريك أكبر مخاوفه، وفعلا بيوريك أفكار انت لو قاعد مع نفسك هتتكسف تقول عن نفسك، لكن هو عشان هو وسط من نفسه ومن افكاره، وان السينما هو عارف انها لغه حوار، لازم كلنا نعبر عن جميع المشاعر ايا كانت بقى سلبيه ايجابيه مخيفه صادقه، ايا كانت هي ايه. وزي الفيلم الاخير لاليخاندرو انروتو فيلم باردو اللي هو فعلا بيجسد فيه مرحله التوهان كحد كبير في السن كأدلت، زي فيلم ستيفن سبيلبرج الاخير ذا فيبلز، فيلم فعلا بيجسد ازاي رحلة الشقاء وصعود هو كمخرج، وعلاقته بأمه وعلاقته بباباه وعلاقته بعيلته، وازاي انت كل ما بتكبر كل ما بتشوف أهلك بطريقة
واقعية أكتر، وبتعرف إن هم ناس بيخطئوا عادي، وناس عندهم أسرار، وأنت بتشوفهم بطريقة جمالية أوي وأنت صغير، ولما بتكبر بتبص لهم برحمة أكتر وبتبص لهم بطريقة إنسانية أكتر. كل الأفلام دي أفلام based على personal experience بتاع المخرج. هو بيحط كل ذرة فكرة، مبدأ، ذكرى هو عنده بيحطها في الفيلم ده. فبجد الأفلام دي لما بتلاقيها المخرج بجد تمسكوا بيها، لأن انتوا بتشوفوا إنسان في أكتر وقت هو ضعيف فيه، أكتر وقت هو عامل زي الإزاز الشفاف، انت بتشوف جواه، بتشوف جوه أفكاره، وهو بيكون فعلا فراجايل او بيترجاك انك انت تبقى عندك رحمه في النظره اليه. وده بالظبط اللي انا حسيته في اسكندريه دي اول وتاني وتالت مره شفت فيها الفيلم ده. فيلم اسكندريه دي هي رساله حب للانسانيه، رساله حب من فنان للفن، رساله حب من مخرج للسينما، رساله حب للحياه عامه، رسالة حب من يوسف شاهين للمشاهدين، لصناع السينما، لنفسه وهو صغير، لأهله، ذكرياته لإسكندرية، لمصر. فهو بيوريك يحيى فنان وولد شغوف جدا، بيحب الفن وبيحب السينما وبيحب الحياة، وهو في وقت لسه ما تلوثش بالحياة، الحياة لسه ما روثتهوش ولا خليته بني آدم بيفكر في الفلوس والتحويش والبيت والعربية والكلام ده. لأ، بني آدم لسه طفل صغير، لسه لما بيحب قوي. فهو بيقع في غرام السينما، بيقع في غرام التمثيل والفن. يحيى بيجسد struggling artist أو الفنان الصاعد اللي حياته مش سهلة، اللي هو بيدي لفنه كتير ولسه الفن ما بدلوش أي حاجة في المقابل. الفنان اللي بيحب السينما والفن والتمثيل بكل ذرة فيه، بيحبها حب صادق ومن غير مقابل. لما بنشوف يحيى كده جوه السينما واصحابه كلهم عمالين يتكلموا ويهزروا ويتحركوا، وهنا باصص للسينما، باصص للشاشة، بيشوف فن استعراضي وبيقع في غرام الساعتين 3 اللي هو بيتفرج فيه. الفنان أو البني آدم اللي بيحب الفن هيحسها قوي لما بيخش السينما مع جروب وبيلاقي نفسه هو مهتم قوي بالتفاصيل، والناس اللي حواليه رايحة تبص للفيلم بطريقة سطحية، وإن هي تبقى بس انترتيند أو بتهفن. وده ما فيش اي نوع من العيب في ده. لو الناس دي مش موجوده مش هيبقى فيه فنانين، مش هيبقى فيه صناعه سينما. لكن الفنان ليه نظره معينه اثناء ما هو بيتفرج على الفن، بتحس ان هو في حتت في مخه فتحت، هو بيبص للحاجات اللي قدامه، بيجيت انسبايرد، عايز يعمل زيها، عايز يتكلم مع الصناع، عايز يعرف هو اتعرف ازاي. وده كل دي حاجات بنشوفها في نظرة يحيى، نظرته كده ونظرة الحب واللمعة اللي في عينيه بتفكرني فعلا لما الواحد بيشوف فيلم ويأثر فيه قوي، فيلم بتحس ان هو بيخاطبك. ومحسن محي الدين كان بيجسد الجنون والحب والهوس والعشق بنظراته بطريقة جميلة جدا، وتحس كده ان في عشق ممنوع بينه وبين السينما. هو بيحبها جدا ومستعد يديها كل حاجة، وهي لسه حاجة هو مش عارف يوصلها، مش عارف يمسكها. من أجمل المشاهد اللي في الفيلم مشهد اللي يحيى بيجسد فيها مشهد من هاملت لشكسبير، وازاي التمثيل بتاعه عمال يصعد ويتصاعد ويتصاعد، وبيبص كده للفراغ اللي فوق كأنه بيدعي، وفي نور رباني كده حواليه، وهو عمال يعلي صوته ويدي للتمثيل أكتر وأكتر. وتحس كده إن أنت بتشوف ضعف لفنان. بالرغم من إحنا بنحكي قصة يحيى وعيلته، فإحنا برضه بنحكي قصة الحرب، إحنا برضه بنحكي قصة إبراهيم وسارة، إحنا برضه بنحكي قصة 50,000 كاركتر تاني في الفيلم. كل واحد بياخد وقته، كل واحد بياخد حقه في القصة، كل واحد عنده الارك بتاعه، كل واحد عنده الذروة بتاعت المشاهد بتاعته. فمن اهم الكاركترز اللي موجودة في الفيلم هي عيلة يحيى. وطبعا عشان احنا عارفين ان دي سيرة ذاتية، فاحنا عارفين ان دي نظرة يوسف شاهين الجميلة اللي هو بيرمنس فيها عيلته، النظرة اللي هو بيفتكر فيها الذكريات الحميمة الدافئة ما بينه وبين عيلته. وطبعا محمود المليجي ومحسنة توفيق بيبدعوا في تمثيل عرينة اللي هي فعلا واقعية جدا. العيلة اللي بتحاول رغم الظروف الصعبة، العيلة اللي بجد الثروة بتاعته هو الحب والتفاهم والتناغم والترابط. فاحنا بنشوف النقيض عند محسن صاحب يحيى، ان هو بابا مش مديله وقت ولا اهتمام ولا يفرق معاه ابنه اصلا. فانت بتشوف ان يحيى بالرغم من ان باباه ومامته مختلفين عنه، وممكن يبقى مش عندهم نفس طموح ولا مقتنعين قوي بطموحه، لكن هم مقتنعين بيه كبني آدم، وشايفين ان هو
سعادة ابني، فأنا أي حاجة أنا عايزها. فهُم زوج وزوجة صالحين طبيعيين بيحاولوا يمشّوا اليوم بيوم، كانوا عايشين في مستوى اجتماعي معيّن، ولمّا جه الحرب بيحاولوا لسه يتشبّثوا بالمستوى الاجتماعي ده، ولكن الموضوع صعب جدًا بسبب إن الاقتصاد واقع. فبالتالي هُم بيحاولوا كل يوم أكتر وأكتر وأكتر، ومش عايزين يحسّسوا ولادهم إن في أي نوع من النقص ما بينهم وبين الناس التانية. فمشهد من أجمل المشاهد اللي فعلًا دافئة جدًا هي لحظة اللي لمّا الأب والأم بيتكلموا مع بعض في لحظة صدق، إزاي هُم خايفين إن هُم يكونوا مش عارفين يعيّشوا ابنهم أو بنتهم في الوضع اللي هُم نفسهم كانوا يبقوا عليه، وبتشوف في عينيهم نظرة خوف وقلق، ولكن بسرعة النظرات دي بتتحول لنظرات كلّها فرحة ودفء لمّا ابنهم وبنتهم بيخشوا بيقلبوا الجو ويضحكوا ويغيّروا الmood. وفعلًا دي اللحظات اللي الإنسان بيفتكرها. فعشان كده يوسف شاهين حاطط المشهد ده، هو حاطط مشهد بيعبّر عن معنى العائلة. إيه هي العيلة غير مجموعة من الناس موجودين في نفس المشكلة بس مش مهم، at least إحنا مع بعض. وبنشوفهم في آخر الفيلم بالرغم إن هم مش مؤمنين أوي أو مقتنعين أوي باللي يحيى عايز يعمله، ولكن هم بيعملوا آثار جهدهم. وكل واحد يا بيبيع حاجة يا بيحط الفلوس اللي معاه، يا إما بيحاول بأي طريقة ممكنة إن هم يخلّوا يحيى يساعدوه يوصل للحلم بتاعه، حتى ولو في اختلاف في الآراء. لإن الحب اللي بجد، الحب اللي هو اللي بلا مقابل، الحب اللي هو بتاع العائلة، هو الحب إن أنا عارف أنت مختلف عني، أفكارنا مش زي بعض، مش عايزين نفس الحاجة، لكن أنا عايز أساعدك توصل للحاجة اللي أنت مقتنع بيها. هو ده الحب المطلق، الحب بجد. حتى الجدة اللي هي بجد character مرسوم بطريقة يعني كرتونية جدًا، فهي دايمًا لابسة نضارة الشمس كده وقاعدة عمّالة تعمل كروشيه ودايمًا موجودة في الbackground، ولكن لمّا يحيى بيحتاجها فجأة كده بيبقى لحظة كده درامية والعيلة كلها ملتفة حواليها وبتقول لهم إن أنا معايا فلوس ومعايا محوشة 90 جنيه. وكأن هي تاني بتعبّر عن فكرة العيلة وإن الناس بتقف مع بعض وقت الزنقة بجد. بالرغم من عيلة يحيى متأثّرة جدًا بالوضع الاقتصادي بطريقة سلبية، وإن في ناس كتيرة أوي actually بتكسب وقت الكوارث الاقتصادية وقت التدهور الاقتصادي. وده موجود في عيلة محسن وباباه فريد شوقي اللي هو بيرمز للرأسمالية البحتة، الإنسان اللي متجرد من المشاعر، اللي هو مش فارقة معاه الإنسانية والمشاعر والكلام ده، كل اللي فارقة معاه فلوس وتجارة، ومش مهم تيجي إزاي، مش مهم بطريقة شرعية والّا لأ. وcharacter تاني زي عزت العلايلي اللي هو برضه بيكسب من ورا الكوارث، اللي هو بيعمل أي حاجة. أي حاجة هتجيب فلوس، أي سبوبة يمين شمال هو داخل فيها، ينقل بني آدم من هنا لهنا، شنطة من هنا لهنا، معلومة من هنا لهنا، واللي يدفع أكتر هو معاه. فاللي فعلًا بيكسب ورا الكوارث هو الطبقة العالية أوي والطبقة الواطية أوي، لإن الاتنين دول بيسلكوا في أيًا كان إيه الوضع. اللي بيتعامل فعلًا هي الطبقة اللي في النُص، اللي هي بتحاول تمشي في السليم، بتحاول تعيش نفس العيشة بس مش عارفة تعمل الاتنين. وبرضه layer تانية مهمة موجودة في فيلم إسكندرية دي، هو رسم العيشة اللي كانت موجودة في إسكندرية وفي مصر ساعتها. فكان في تناغم بين ال3 أديان اللي هي موجودة بين ال3 صحاب محسن، يحيى، وديفيد، اللي كل واحد منهم جاي من بيئة مختلفة، من ديانة مختلفة، من بيت مختلف، من تربية مختلفة، ولكن بيلاقوا أرض مشتركة ما بينهم اللي هي مصر، اللي هي كانت بتسمح بجميع الاختلاطات الحضارية. وعندنا قصة إبراهيم وسارة اللي هي قصة الحب المستحيل، القصة اللي لا تعرف المسافات، لا تعرف الديانات، أو لا تعرف الظروف القهرية، ما فيش أي حاجة من الحاجات دي تقدر تفرقها. وهي قصة حب بريئة جدًا، جميلة جدًا، موجودة من أول الفيلم وفيها تصاعدات وفي connection ما بين إبراهيم وبابا يحيى وإن هو كان ماسك القضية بتاعته. ففعلًا القصة دي مكتوبة حلو أوي. نتكلم بقى عن الmain character الحقيقي، مين هي الشخصية الرئيسية في إسكندرية دي؟ إسكندرية، فهي بؤرة لحضارات كتيرة جدًا، للغات كتيرة جدًا، لأجناس كتيرة جدًا، في الأجانب والعرب والمصريين واللغات والبلاد، وهي بجد في clash of cultures رهيبة، ودي كانت باينة جدًا جوّه الفيلم. وكمان إسكندرية بسبب إن هي فيها بحر، فدايمًا بتلاقي الناس اللي متربية في إسكندرية مختلفة عن الناس اللي متربية في القاهرة مثلًا، وعوامل المعيشة عامةً بتختلف. فالبحر بيدّي نوع من أنواع الروقان، نوع من أنواع الإنسان كده بيبقى عنده وقت يreflect كده، بيبُص كده للبحر بطريقة كده، بطريقة كإنه one with the nature، هو والطبيعة حاجة واحدة.
بياخد وقت يفكر، وياخد وقت إن هو يستعيد ذكريات، بياخد وقت إن هو ينسجم مع الطبيعة. دي حاجة بتوع القاهرة مش بيعيشوها خالص، لأن القاهرة هي السيتي لايف، هي الأنوار الكتيرة، هي الرأسمالية، هي المباني الطويلة اللي لازقة في بعضها، هي الشوارع الضيقة. مفيش مكان في القاهرة تقدر إن أنت يبقى عندك الانسجام ده زي اللي موجود في اسكندرية. ده موجود أوي، بيوضح له يوسف شاهين إزاي ده أثر عليه كفنان عامة. ولما يبقى في مخرج عنده رؤية معينة أو فنان عنده رؤية معينة لازم يبقى في انضباط. لو مفيش انضباط أثناء صناعة الفيلم مش هيطلع شبه اللي موجود في دماغه خالص. نوع أفلام اللي بيعملها يوسف شاهين هي أفلام مش تجارية، وهي أفلام بيرسونال أو شخصية جدا، ومحتاجة مخرج شاطر، ممثل فاهم المخرج، ومحتاجة انضباط. طب بالنسبة ليوسف شاهين، السينما هي لغته، هي الهوى اللي بيتنفسها، هي الأفكار اللي بيحاول يطلعها. فيلم اسكندرية دي من أجمل الأفلام اللي أنا شفتها، وهفضل أقول كده في كل فيديو بعمله، لأن أنا بشوف أفلام جامدة قوي بجد يا جماعة. فيلم اسكندرية ليه هو أكتر نوع أفلام أنا بحبها، الأفلام السريالية، الأفلام الشخصية، الأفلام اللي هي فعلا تحس بعد ما أنت خلصتها انت عرفت نفسك اكتر كبني ادم، عرفت المخرج اكتر كبني ادم. فيلم مليان لايرز، من لايرز في السرد، لايرز عن الحرب، لايرز عن الديانات، لايرز عن الحضارات، لايرز عن الشخصيات. البرودكشن فيها عالي جدا جدا جدا. المسرحيه والدور الاستعراضي اللي عمله يحيى ده مصروف عليه جامد قوي، دي حاجه مش بلاقيها كتير في الافلام. وان الفيلم زي ده يتعمل في مصر في الوقت ده كمان بالافكار دي بجد كانت محتاجة حرب من يوسف شاهين. بجد الفيلم يستحق المشاهدة. لو عندكم أي فيلم عايزين نتفرج عليه تقولي في الكومنتس نتفرج عليه ونتكلم مع بعض عليه. ولو عجبكم الفيديو بليز متنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو مي على تيك توك وانستجرام وفيسبوك، ويعني ايه كل بلاتفورم دول بقى عملوا كونتنت مختلفة خالص عن اللي انا بعمله على اليوتيوب. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.